هو سؤال بجد يا كابتن أيمن، أنتم كإعلاميين ولاعيبة سابقين في نادي الزمالك، جمهور صفوة يعني المفروض، أنتم كلكم على نفس القصة؟ مرة واحد اسمه الخضري يقول لك جمهور الأهلي بيعبد وده استغفر الله العظيم شرك بالله، وواحد تاني زي حضرتك موجه رسالته كده في الهوا لأنه أجبن أو مش صريح، خلينا نقول مش صريح، إنه يوجه كلامه لحد بعينه ويقول لك أنتم بتعملوا تمثال، طب الكلام ده بتقوله للإعلام ولا بتقوله لمين؟ عشان نبقى إحنا فاهمين، خليك صريح. الخلاصة حضرتك بتقول على جمهور النادي الأهلي ما ليس فيه، فأنتوا بتبنوا كيانات من الخيال ومن الوهم زي السبعة أكبر من تسعة اللي الجمهور الأهلي ما قالهاش، وتقعدوا تحاسبوا الجمهور الأهلي عليها. أنتوا في الزمالك اتعودتوا على صناعة البلالين. أنتوا اللي في الزمالك زيزو مستواه حلو ومستواه وحش كنتوا بتقولوا عليه أفضل لاعب في القارة الأفريقية. ده اسمه صناعة بلالين سعادتك، وحاجه كده انتماء فقط، شغل عندي من الاخر. فحكايه بقى ان انت حضرتك تقعد تقول جمهور الاهلي بيقول، جمهور الاهلي بيعيد، انتوا من غير توجيه اي كلام. فحابب اقول لحضرتك خليك اجرأ من كده، وجه كلامك صراحه. لكن الكلام ده اكيد لا ينطبق على جمهور النادي الاهلي. ممكن الاعلامي مهيب اللي انت كنت قاعد معاه اساله، ده انتوا الاتنين مع بعضيكم اصطفلوا. لكن يا كابتن ايمن يا عبد العزيز، انتوا تخصص صناعه بلالين، اللعيبه حلوه، انتوا اللي وحشين.